ده ايه ده؟ يا رب اكون بحلم، يا رب اطلع في الاخر كرة قدم، يا رب الصور دي تبقى اي. ده ازاي ده يا حباب قلب خوخ؟ انا خايفه اقول لكم الخبر، انا خايفه عليكم، انا اصلا مش مستوعباه والله. قريته امبارح الخبر امبارح الصبح، قلت اكيد ده خبر فيك، لكن الصور هقول لكم انتوا اللي قلتوا رسميا يا حبايب قلب خوخ. اتحاد الكره العبسي، مش اسمه اتحاد الكره العبسي بيكرم محمود وفا. كتاب الله زي ما انتوا شايفينه، زي ما انتوا سامعين، بيكرموا بالشاره الدوليه فيفا 2026. اكيد فيفا بتاعت البلاي ستيشن. ما حد محمود وفا مين؟ انا نعرف ان اتحاد الكره او اي منظومه عامه بتكرم الشخص اللي بيعمل حاجه حلوه ومفيده للناس وبيقدم شغله على اكمل وجه، وبيكرموه تكليلا لمجهود. لكن حضراتكم بتكرموه عشان خاطر العبث اللي حصل. حضرتك ده تلاقي ده طلع ترند، اتشهر يعني. اما لو حصل ضربه الجزاء انتوا هتدوا له كاس العالم؟ لكن انا قعدت افكر مع نفسي، فاهم هو الراجل مش غلطان، اللي اتطلب منه هو عمله على اكمل وجه، لذلك هم بيكرموه بالشاره الدولي. ما هم اللي قالوا له قرية القصة والموضوع كما خططوا له، هم خططوا له صح، فهو الراجل عمل شغل طبيعي يكرموه. عيب مش عليه، عيب على العبث اللي احنا عايشين فيه. مش مسرحية 100 ده فيلم 5 ساعات ونص حمضان هابط. ربنا يديكوا الصحة على دماغكم، عشان بصراحة مصر بتعمليها ازاي بقى بصراحة. على فكرة انا لو فضلت اتفرج على الدوري ده كتير هتجنن، انا ما بهزرش معاكم بجد. المشاهد اللي بشوفها والطرائف والقرائف هتجيب انتوا لا مش هعرف، لا مش هعرف. انا قلت لكم مصيري يبقى زي احمد العوضي. هتجنن، انا هتجنن مع الكرة في مصر، انا هتجنن.